المعجزات والكرامات. ما حصل أي معجزة ولا كرامة على طول البشرية من آدم إلى يوم القيامة. سبحان الله، حتى الماديين يقولون أن عصر المعجزات انتهى، الآن عصر الصناعة، يعني أن المعجزات حدثت رغما عليهم. على كل حال، الشيء الذي باليد أنه باليقين حصلت معجزات وكرامات لمئات من الناس، لآلاف من الناس، وعلى رأسهم الأنبياء سلام الله عليهم، وعلى رأسهم المعصومين لما بعد الإسلام، ابتداء من النبي إلى الإمام المهدي سلام الله عليه. حدثت فعلا، ونحن غافلين حقيقة، غافلين ودايشين بهالدنيا هاي. وإلا في حقيقة الأمر أن المعجزات والكرامات تحصل باستمرار من أول الخلق إلى آخره، من حيث لا نعلم ولا نشعر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لكننا قوم غافلين، نحسب الأشياء كلش بسيطة ومتدنية، لأنني أنا المتدني فلا أفهم إلا المتدني. وأما إذا شوية دققت ومشيت قدم واحد لا أزيد، ما يحتاج إلى أزيد على أي حال، فسوف أفهم أشياء أخرى غير الذي كنت أفهمها بطبيعة الحال مما هو يتصل بالله سبحانه وتعالى. محل الشاهد، فالكرامات والمعجزات متواترة ويقينية الحصول، وعلى رأسها كرامات الأنبياء ومعجزات الأنبياء. حينئذ شو نقول؟ من الذي أوجدها وبأي قانون وجدت وبأي سبب وجدت، وهي خارقة لنواميس الطبيعة وغير ما تعود عليه أهل الدنيا والماديون والمنكرون للقدرة الإلهية. يكفينا معجزة واحدة من خلال أول الخلق إلى آخره لتثبت أنها ناطقة بلسان حالها بوجود مدبرها وبقدرته وبعزته وعظمته، فضلا عن أن تكون هناك معجزات كثيرة، وأيضا ناطقة بفشل النظام الطبيعي وأنه مجرد صورة لا واقع له. وأنا قلت سبحان الله في مؤلفاتي، في بعض مؤلفاتي أيضا كتبت أن القوانين الطبيعية إنما هي صورة ذهنية. ما يحدث هو أن هذه الحصاة تجلبها الأرض وهذه الحصاة تجلبها الأرض، أما أنه نسمي شيئا بقانون الجاذبية فهذا عبارة عن مجموعة حوادث جمعناها في ذهننا فسميناها قانون الجاذبية. فحينئذ قانون الجاذبية إنما هو فكرة، والفكرة لا تؤثر في الخارج، لا تؤثر في الخارج. ليس هناك قانون اسمه قانون الجاذبية، وإنما كل شيء يحدث بقدرة الله سبحانه وتعالى. فحينما يزعم الزاعمون الماديون بأننا نعوض عن الله بالقوانين المادية خسروا وخسئوا، لأنها غير موجودة أصلا، وإنما هي مجرد أفكار في أذهاننا. كما مثلا شنو نقول؟ الإنسانية موجودة، إنما الموجود هو الأفراد، زيد وعبيد وسعيد وفلان وفلان. أما الكلي المعنى العام غير موجود بطبيعة الحال. ولاحظوا كذلك القانون بالمعنى العام غير متحقق. سبحان الله، هم يقولون أن ما هو غير محسوس غير موجود. زين جيبوا لي عن حس وعن رؤية وعن بصر القانون، قانون الجاذبية مثلا، أو قانون سرعة الضوء، أو قانون الذي كيت أو كيت، ماكو. وإنما ما هو الموجود هو المصادق والجزئيات والحوادث الفردية. فهذه الحوادث الفردية من الذي يعملها؟ القانون غير الموجود والقانون الموهوم بطبيعة الحال لا أعجز من ذلك، ومن يؤمن به أعجز من ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى بعزته وقدرته. ربما نكمل في الخطبة في الأسبوع الآتي.